في طريق وادي النطرون، الطريق اللي بيقطع بين القاهرة والساحل الشمالي. الناس كلها بتقول عليه الطريق الملعون. بالنهار عادي جدا، شمس وشاحنات رايحة جاية وحياة. لكن أول ما الليل بينزل بيبقى طريق تاني خالص، طريق ميت ساكت، كأنك ماشي في بطن الصحراء، والهوا فيه برضه تقيل يخنقك من غير سبب. اللي حصل في الطريق ده خلى ناس تبطل تمشي فيه بالليل تماما، خصوصا بعد قصة حصلت من كام سنة، واللي بطلها كان شاب اسمه كريم. كريم كان راجع من الساحل بعد ما خلص شغله في شركة هناك. الوقت كان داخل على 1 بعد نص الليل، وهو قال ماشي هكمل الطريق لحد القاهرة. ركب عربيته، مشي بسرعة هادية، الراديو شغال على خفيف وكل حاجة تمام، لحد ما دخل طريق وادي النطرون. من أول كام كيلومتر حس إن الجو غريب، الشبورة خفيفة بس مش طبيعية، كأنها جاية من الأرض مش من السماء. الطريق فاضي، لا عربيات لا ناس ولا حتى كلاب. بعد حوالي نص ساعة فجأة شاف من بعيد ظل شخص واقف في نص الطريق. ضغط فرامل، العربية زحلقت شوية وقلبه وقع في رجله. الظل واقف ما بيتحركش، لابس أبيض وشكله مش باين. كريم فتح النور العالي علشان يشوفه أوضح، بس مفيش ملامح، مجرد هيئة بني آدم سودة من كتر الضباب، ووشه مش ظاهر خالص. كريم بدأ يفكر، طب يمكن واحد عايز مساعدة، يمكن حصل له حادث. بس أول ما قرب بالعربية الشخص ده مد إيده فجأة كأنه بيأشر عليه يقف. كريم جمد في مكانه، ضغط بنزين بسرعة وعدى. بص في المراية، مفيش حد، الطريق فاضي تماما، بس قلبه كان حاسس إن في حاجة غريبة. بعد دقايق العربية بدأت تبطأ لوحدها، هو مش ضاغط فرامل بس الموتور كأنه بيتخنق. حاول يشغل النور العالي تاني لكن الكهرباء طفت فجأة. الضلمة كانت كاملة، مفيش غير ضوء القمر على الزجاج الأمامي. وفجأة سمع صوت خبط خفيف على الشباك من بره. بص بسرعة، مفيش حاجة. بعدها سمع نفس الصوت من الناحية التانية، تك تك. اتنفس بسرعة ومسك المفاتيح يحاول يشغل العربية، بس الزرار مش بيرد. الموبايل مفيش شبكة. الوقت 3:07 الفجر. في اللحظة دي سمع صوت نفس جوه العربية، نفس تقيل جدا كأنه حد قاعد وراه. لف بسرعة، الكراسي فاضية، بس كان في بخار خفيف على الإزاز الخلفي مكتوب عليه بإصبع كأن حد كتب كلمة ارجع. كريم صرخ وفتح الباب بسرعة، نزل من العربية. في اللحظة دي سمع صوت نفس جوه العربية، نفس تقيل جدا كأنه حد قاعد وراه. لف بسرعة، الكراسي فاضية، نزل من العربية وبدأ يجري في نص الطريق. صوته بيرجع له من الضباب كأنه في ناس بتهمس حواليه. وقف مكانه، قلبه بيخبط، وفجأة سمع صوت خطوات بطيئة وراه، كل خطوة تقيلة وصوتها بيقرب أكتر. لف ورا بسرعة، بس اللي شافه خلاه ينهار. كان نفس الشخص اللي شافه أول مرة، واقف في الضباب قريب جدا، بس المرة دي وشه باين، وش بني آدم عادي بس من غير عيون. مكان العينين سواد فاضي كأنه حفرتين سودة. وكريم حس إن جسمه بيتجمد. الشخص ده مد إيده نحوه ببطء وقال بصوت خشن جدا، اللي بيعدي من هنا ما بيرجعش. كريم جري بأقصى سرعة، ما يعرفش رايح فين، بس كل ما يجري يحس إن الطريق بيطول أكتر. كل شوية يبص وراه يلاقي نفس الشخص ماشي وراه بخطوات بطيئة بس قريبة منه دايما، لحد ما فجأة سمع صوت كلاب بتعوي من بعيد وصوت عربية شحنة جاي من آخر الطريق. كريم جري ناحيتها بكل قوته لحد ما الشحنة عدت جنبه ونورها خبط في الضباب. لما بص وراه تاني مفيش حاجة، الظل اختفى. رجع لعربيته بالعافية، العربية اشتغلت فجأة لوحدها كأنها ما فيهاش حاجة. كمل طريقه، وصل القاهرة الصبح مرعوب مش قادر ينطق. حكى اللي حصل لواحد صاحبه شغال في المرور. الراجل بصله وقال له انت ما تعرفش في واحد مات في نفس المكان ده من 10 سنين الساعة 3 الفجر بالظبط، كان لابس أبيض وكان اسمه كريم برضه. ومن يومها الطريق ده اتسمى بين السواقين طريق كريم، واللي يعدي منه لوحده بالليل دايما بيحكي انه شاف نفس الشخص واقف في نص الطريق لابس أبيض ومد ايده كأنه بيقول له
ارجع.